السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل أخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة مع بعض صابون بريحة أو صابونة الشاور، بجد تحفة. حاجة كده فوق الممتاز، نعومة ورغوة وصلابة وريحة، بجد حاجة كده خطيرة. مش هكلفنا كتير، كل المقادير تقريبا هتبقى موجودة عندك في البيت ان شاء الله. الصابونة متصلبة معايا زي ما وريتك في اول الفيديو، الرغوة بتاعتها عالية زي ما انت شايفة كده، وملمس الصابونة ناعم جدا جدا، وريحتها بقى مش عايزة اقولك بجد تحفة. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. وأول حاجة هنحتاجها كوباية من الدهن، أي دهن عندك، دهن بقري، دهن ضاني، أي حتة دهن عندك كده قطعيها صغير وحطها على نار هادية خالص لحد ما تبدأ تسيح معاكي بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نصفيها بفردة شراب كده، مش محتاجينها، أو قطعة من الشاش، المهم تصفيها كويس جدا. وكمان أهم حاجة تصفيها وهي دافية، يعني نصفي الدهن وهو دافي علشان عقبال ما نخلص المكونات اللي احنا هنجهزها ما يكونش يتجمد معاكي وبقى عامل زي السمنه. انا عايزاه يبقى سائل كده بقوام الزيت بالشكل ده. هنركنه بقى على جنب، وهنحضر الصودا الكاوية. معايا ربع كوباية من المية، هننزل عليهم بخمس معالق من هيدروكسيد الصوديوم، المعلقة العادية خالص بتاعة الأكل. تمام. وميه عاديه خالص من الحنفيه، يعني ربع كوبايه ميه من الحنفيه هننزل عليهم بخمس معالق من هيدروكسيد الصوديوم. طبعا هنتبع التعليمات واحنا شغالين في الصودا الكاوية: لبس القمامة، لبس الجوانتي، لبس النضارة الواقية لو أمكن، فتح الشبابيك وفتح الشفاط وبعيدا عن الأطفال، وطبعا نبعد نفسنا تماما واحنا بنقلب الصودا الكاوية عشان الأبخرة اللي بتطلع دي مضرة جدا جدا. هنقلبها كويس ونركنها على جنب لحد ما تبرد تماما، مش هنشتغل فيها وهي سخنة خالص. معايا البولة دي بقى هنبدأ ان احنا ننزل بالزيت، ده زيت نضيف، كوبايتين من الزيت. وزن الكوباية الواحدة 200 جرام، يعني انا نزلت ب 400 جرام من الزيت النضيف، تمام، مش مستعمل. وبنفس الكوباية اخدت كوباية من الدهن اللي احنا مسيحينه. بصوا بقى الدهن بدأ يجمد في الكوباية ازاي. هننزله كله بالشكل ده. طبعا لو استنينا شوية كمان هيجمد زي السمنة، فعلشان كده قلت لكم صفيه وهو دافي، او علشان على ما الصودا الكاوية تبرد يكون هو برد كمان، يعني ما يكونش اتجمد. تمام. طب هو لو جمد معاكي خديه كده على حاجة على النار لحد ما يفك بس منك او معاكي، وبعد كده هننزل بيه على الزيت. الزيت والدهن درجة حرارة الغرفة، مش سخنين ولا باردين. قلبتهم لحد ما امتزجوا تماما مع بعض، وبعد كده هننزل بمعلقة من الفوزلين الطبي. طبعا الفوزلين طبعا فوائده العظيمة للبشرة، والدهن طبعا احنا عارفين فوائد الدهن للبشرة وللجلد، حاجة كده جميلة جدا. هنقلب بقى كويس جدا لحد ما الفوزلين يدوب تماما مع الزيت والدهن، وبعد كده هننزل بالصودا الكاوية وهي باردة تماما، يعني الصودا لازم تكون باردة تماما. هنقلب كويس جدا، وهنلاحظ ان القوام بدأ يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في استخدام الدهن ما بتحتاجيش تقليب كتير، فبتحط المكونات بتاعتك بسرعة علشان الصابونة ما تتجمدش معاكي. تمام. هنحط معلقتين من السكر ومعلقة من ملح الليمون، وطبعا اول ما نحطهم كده وهنقلب هنلاقي القوام بدأ يتقل اكتر واكتر. عشان كده بقولك حطي المكونات بسرعة علشان ما يجمدش معاكي وما تلحقيش تحطي المكونات بتاعتك. بعد كده معايا ربع كوباية من المية، هنزل عليهم بمعلقة من بيكربونات الصوديوم، وهنقلبها كويس، وهننزل على المكونات بتاعتنا وهنقلب بالشكل ده. طبعا لو انت مش عندك دهن ممكن تستخدمي الكمية كلها زيت، ولكن الدهن طبعا فوائده جميلة جدا جدا للبشرة. غير كده بيدي الصابونة ملمس ناعم، وبيديها يعني بيخليها تتصلب معاكي بسرعة جدا جدا وما بتحتاجيش تقليب كتير. انا دوت بقى شاور جل. طبعا كان عندي اخدت منه معلقتين كده او ثلاثة. ريحته تكون جميلة. لو مش عندك طبعا شاور جل، اشتري اللي هو الشامبو اللي هو الصغير دوت، الاكياس الصغيرة، احط منه ثلاثة. ومعايا كمان معلقة من الجريسلين الطبي، او معلقتين بس، هي دي كانت اخر معلقة عندي. هنحطها بقى ونقلب كويس جدا جدا. بصوا القوام بدأ يتقل ازاي،
وبدأ يبان ترك الأثر في الصابون، والصابونة اتجمدت معايا تماما. لو انت عايزة تصبها في المرحلة دي بقى يبقى احسن قوي، يا ريتك يعني، يا ريتني كنت صبيتها في المرحلة دي. بصوا بقى، انا جيت اعمل بقى اللون المايكا، حطيت معلقتين من مية الورد وحطيت عليهم اللون الموف اللي انتوا شايفينه ده. هنقلب بقى، بصوا اللون هيتغير بالشكل ازاي، هيبقى لونه عامل ازاي. انا بقى يعني اتخضيت، انا قلت مش هنزل الحلقة دي، بس بجد يعني بعد ما نشف. هو على فكرة الصودا الكاوية بتتفاعل مع الوان المايكا، مع بعض الالوان، مش الالوان كلها. الصودا الكاوية بتتفاعل مع الوان المايكا فادتني اللون ده. بس وبعد ما هينشف هيفتحها خالص وهيديني اللون الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هنقلب كده وبعد كده هنحطه في القوالب بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده بقى هنسيبه يعني ساعة زمن بالظبط. بصوا انا بصبه، هو اساسا متجمد، شايفين الصابونة اساسا متصلبة. ساعة زمن بالظبط وهنرجع له تاني هنلاقيه اتجمد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده تحفة. خلوا بالكم كمان هيفتحها اكتر واكتر وهيديني اللون اللي كان في اول الفيديو بعد ما اسيبه ينشف تماما. طبعا انا مش هسيبه ينشف علشان اعرف اقطعه، يعني انا بسيبه ساعة زمن وبقطعه وهو طري شوية، علشان لو نشف منك مش هتعرفي تقطعيه وهيتفرفت منك كده ومش هتعرفي تقطعيه ولا هتطلع منك معاكي الخرطة كده بخرطتها. بصوا بقى عامل زي مرخم ازاي. الصابونة تحفة وجميلة وناعمة. ده ورق ورقة كده كانت في العلبة اللي انا كنت صابة فيه الصابون، فبشيلها عادي خالص. وبعد كده هتقطعي القطعة اللي انت حباها. تمام. الصابونة بجد يعني لونها جميل جدا جدا. ما كانش عاجبني بجد اول ما حطيت اللون واتغير معايا كده، انا قلت لا، انا الفيديو ده مش هنزله، لون الصابونة ده مش صابون بريحة خالص. بس بجد بعد ما نشف عجبني جدا وقلت لا، انا هكمل الفيديو وانزله لكم. وكمان علشان اقول لكم المعلومة اللي هي الصودا الكاوية بتتفاعل مع الوان المايكا. تمام. بس بجد بقى كمان بعد ما هينشف، يعني انا كده قطعته وهو طري شويه عشان اعرف اقطعه، فهسيبه بقى من بالليل لحد الصبح. انا كنت بقطعه دلوقتي كده بعد المغرب. بصوا بقى اللون افتح ازاي واداله اللون الموف الغامق. ريحته جميله جدا، ولسه كمان كل ما هينشف كل ما لونه هيفتح. ما تقلقيش خالص. كل ما الصودا الكاويه مفعولها هيروح او هيتفاعل مع الصابون، هيبدأ ان الصابونة بتاعتك تفتح. الصابونة جميلة جدا جدا وفيها حاجات جميلة جدا، ومكوناتها كلها بجد تحفة. الدهن الحيواني طبعا عارفين فوائده للبشرة، والفوزلين، وطبعا البيكربونات الصوديوم والجليسرين، وال ايه تاني، ومية المورد، والشامبو الشاور اللي احنا حطيناه. كل المكونات جميلة جدا. حتى كمية الصودا الكاوية مش مكترينها، يعني المفروض على الثلاث كوبايات 6 معالق، انا حاطة 5 معالق فقط لا غير. وكمان الصابونة اتصلبت معايا في وقت يعني، وما خدتش معايا تقليب كتير خالص. الرغوة بتاعتها جميلة جدا والملمس جميل جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وتشتركوا في القناة. واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.